اتعمدنا ان احنا نعزمكم النهارده عشان تتفرجوا، عشان احنا بنستشهد بيكم قدام الحمله اللي معموله علينا. احنا يعني مهتمين اولا، انتوا الفيلم عجبكم؟ ده فيلم كويس يعجب الاسره يعني. الفيلم ده معمول عليه حصار بقاله 5 ايام، مش مفتوح له غير 20% من عدد القاعات بتاعتنا. يعني احنا شغالين ب 20% من طاقتنا قدام كل الناس دي. كل ذنبنا ان احنا مش اصحاب دور عرض، احنا منتجين بس. هو واضح ان انت عشان تشتغل في البلد دي في المجال ده تبقى صاحب كل العناصر، تبقى منتج وموزع وصاحب سينما. لو كنت عنصر واحد من 3 هيخرب بيتك. فيلم زي ده بالمستوى ده مفيش حد دخل الا ما شكر فيه. عملنا عرض خاص، فتحنا قاعه واثنين وثلاثه، والناس اللي مشت قد اللي كانوا في القاعه في 3 قاعات، ومفيش واحد انتقد، مفيش واحد طلع قال كلمه وحشه على الفيلم. حضراتكم كلكم شفتوه بالمستوى ده ويحقق الايرادات دي ويشتغل ب 18 شاشه على مستوى الجمهوريه، واحنا واخدين 48 شاشه. قاعات ما اتفتحتش من يوم الاربعاء، من اول يوم عرض للفيلم الساعه 10 الصبح ما اتفتحش الفيلم حتى الان. دور الشاشات واخدينها اسامي بس. الفيلم لا اتعلق له افيش ولا نسخه اشتغل في شاشه، واخد شاشات صيفي تشتغل في الصيف بس ما فتحتش، محطوط عندي اسم. واخد سينمات ما تعلقش افيش عليها. وبعد كده بتروح يتسال على الفيلم في طول العرض، يتقال لهم اصل مش عندنا، اصل النسخه فيها عطل، اصل المكنه عطلانه، اصل مش عارف ايه. يعني الفيلم ده لو كنا وزعناه في اسرائيل كانت الناس ممكن تبقى عندها دين ودم وكرامه عن كده. احنا اتحاربنا حرب ما نعرفش سببها ايه. احنا عازمينكم انتوا ناس بتوع قلم ورأي عشان تقولوا رايكم في المنتج ده. المنتج ده معمول عليه حصار بقاله 5 6 ايام وعايزين يرفعوه من السينمات بدون سبب، عشان خاطر التجربه ما تنجحش ونفضل شغالين في الهلس اللي احنا شغالين فيه. لو هو ده قرارهم خلاص احنا موافقين على ده. هم مين بقى قرار الناس صناع المهنه دي اللي هم اصحاب دور العرض، وان هم الموزعين، واللي كل العناصر تكاتفت على الفيلم ده، واحنا بنستشهد بيكم وكل الناس اللي شافت الفيلم ده لو يستاهل ان هو يعمل ايراداته اللي بتتعمل دي، وان هو يشتغل بربع طاقته. عدد واخدين 48 شاشه، نشتغل ب 18 شاشه و30 شاشه مقفولين علينا. ما حصلتش في اي فيلم في الدنيا. ليه؟ احنا مش عارفين.